هي ظروف مباريات، يعني في كل مباراة يكونوا حصص ديال الفترات الجيدة والفترات الأقل. فهناك مباريات ديال الخصم تيرغم عليك انك تكون يعني في وضعيه صعبه، وانه فتراتك الجيده تكون اقل. اليوم يعني على مدار 90 دقيقه كانت عندنا فترات تفوق اكثر، لذلك اللاعبين عبروا على الامكانيات ديالهم. فالخصوم تختلف والصعوبات تختلف، ومنتخب نيجيريا منتخب قوي. الا ما درتيش الاحتياطات اللازمه ممكن تخرج بالهزيمه ولا بالحصه الثقيله. فالتوازنات كانت مطلوبه في هذيك المباريات، لذلك المباريات ما تتشبهش بعضها، تبقى عندنا امكانياتنا هي نفسها، ولكن التعبير عليها تيبقى متوقف على ظروف المباراه، على نوعيه الخصم، على الامكانيات ديال الخصم، ولا ايضا السيناريو، التسجيل في وقت مبكر، عدم التسجيل، هي امور تتسهل على اللاعبين الاداره ديال المباراه والظهور بوجه مختلف من مباراه لمباراه ان شاء الله. طبعا هو شاف المباراة بنفس الاختلاف، فالاختلاف أنه ظروف المباريات مختلفة. احنا النوايا ديالنا دائما هي نفسها، أنه نكونوا جيدين على المستوى التنظيمي، على مستوى الانضباط، ولما يتيح لنا الخصم وظروف المباراة أننا نستحوذوا ونلعبوا بشكل جيد تلعبوا بشكل جيد. هناك أولويات في بعض المباريات، لذلك اليوم ربما التقدم بوقت مبكر نسبيا مكننا أنه نغلو الضغوطات ربما على الخصم ونلعبوا بأريحية أكثر، لذلك ظهرنا بالوجه الجيد في هذه المباراة. وهذا ما تيمنعش عنا مبارياتنا الثلاث في المجموعة مباريات تستحق الاحترام بأوجه مختلفة بتوجهات مختلفة، لأن ظروف المجموعة كانت صعبة. كان عندنا مجموعة صعبة ما كناش مسموح لنا يعني بالخطأ، خصوصا في المباراة الأولى والمباراة الثانية اللي كانوا حاسمين في عملية التأهل. طبعا الترشح لكأس العالم هو حلم يعني ديال اللاعبين هذا ديال صغار السن، وحنا يعني سعادتنا اكثر من اجلهم، يعني لانه مره اخرى تتاح لهم فرصه على انهم يلعبوا بطوله كبرى، يلعبوا يعني كبيره في مجال كره القدم، يعني في السيروره ديال تكوينهم. هذا شيء مهم، يعني حتى حاجه ما تتعوض، ولا شيء يعوض مباراه من المستوى العالي كما شفنا يعني مباريات كاس افريقيا، ولا شيء ممكن يعوض مباراه في كاس العالم. ولذلك يعني تواجدهم في المناسبة الكبيرة ديال كأس العالم في هذا السن ربما هو محضر للمستقبل. لما يتواجد مع المنتخب الأولمبي في ألعاب أولمبية، ديك هيبة المناسبات الكبيرة ربما تكون تكسرات، عقدة يعني المنتخبات الكبيرة تكون تكسرات، وأيضا المشاركة في كأس العالم الكبار أيضا تكون تكسرات. فطبعا هو تيسأل على الإنجاز ديال كأس العالم في قطر ودوره. أكيد لما المنتخب الأول ديالك تحقق إنجاز كبير فهو عامل محفز، يعني هي القاطرة التي تتجر يعني كرة القدم المغربية. الجامعة الملكية المغربية بقيادة السي فوزي القجاع تقوم بعمل كبير. أنا تنفضل نتكلم على الأداء ديال المنتخب ديالنا في المباراة وما قمنا به، الإمكانيات الجيدة اللي أظهرناها، استعداد، عملية تدبير المباراة من طرف اللاعبين، والاستعداد الجيد ايضا خلال البطوله. التقييم ديال المنتخب الجزائري تيبقى من اختصاص الجهاز الفني والاداره الوطنيه الجزائريه، ولكن انا تنطلب فقط انه نكونوا شويه رحماء بهذه الفئه السنيه، لانهم لاعبين صغار السن باقي المستقبل امامهم. يعني هي هزيمه شويه صعيبه في هذه الظرفيه، ولكن خاص تتم حمايه هاد الاطفال هادو باش لان لو بوتونسيال كاين، انما ربما لا بيرفورمانس ما تتكونش في واحد المرحله سنيه. فخاص الانسان يتأنى وهو تيحاكم لاعبين في سن 15 و 16 سنه. هي ماشي مجامله، هو احترام للزميل في المهنه. انني ما نهضرش على الفريق ديالو، هو اللي مخول له انه يجاوب على ما جرى في المباراه وعلى تدبيره للمباراه. ما نقدرش نجزمو يعني بهذا اللي باين على انه فنيا كنا متفوقين في كل نواحي اللعب. كنا دفاعيا قويين، عمليه التحول عندنا كانت ناجحه، لكن امور اخرى انا ممكن نهضر على التحضير الذهني ديال الفريق ديالي، لانني نكون حاضر في الكواليس ديال التحضير. انا ما كنتش حاضر في الكواليس ديال التحضير ديال المنتخب الجزائري.